أهلا بكم. توترات كبيرة على الحدود المصرية الإسرائيلية بعد التصريحات العنترية للنتنياهو. النتنياهو بيقول لك أنا هدمر مدينة غزة، أنا ههجر الفلسطينيين رغم أنف الجميع. نتنياهو عنده ذعر ورعب من الجيش المصري، علشان كده بيطالب ترامب الضغط على القيادة المصرية بتخفيض الجنود المصريين في سيناء. الناس ديت بتحلم، الناس ديت مش عارفين القوة الحقيقية وإمكانيات الجيش المصري. الجيش المصري زي ما قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، قسما بالله العظيم 45 دقيقة هتولع الدنيا كلها. يا عالم فوقوا من الغيبوبة اللي انتوا فيها، انتوا بتتعاملوا مع خير أجناد الأرض. الجيش المصري بعون الله قادر على إسرائيل ومن وراء إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على الدولة المصرية لتخفيض الجنود المصريين في سيناء. مصر يا جماعة والجيش المصري انتشر تماما في ربوع سيناء، فيه قواعد عسكرية، فيه منصات صواريخ، فيه مطارات حربية. الدولة المصرية استغلت القرار الخاطئ لنتنياهو ان هو دخل محور فيلادلفيا، وعلى طول الدولة المصرية خدت المنطقة ألف والمنطقة ب والمنطقة ج احتلت سيناء. وطبعا ده فيه بند مخالف لاتفاقية السلام، لكن الجيش المصري لا عاد عامل حساب لا لاتفاقية السلام ولا لإسرائيل ولا لأي حد. احنا لو خالفنا اتفاقية السلام إيراد، إسرائيل خلفتها 24. إحنا بنحافظ على الأمن القومي المصري، إحنا بنحافظ على مقدرات هذا الوطن. وجيه على طول الرد الناري من الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية. جه الرد الناري على طول وقال إن الجيش المصري موجود في سيناء للحفاظ على الحدود وحماية الأمن القومي المصري. قالها قبل كده ضياء رشوان وحذر إسرائيل، قال لهم المسافة بين العريش وبين تل أبيب 100 كيلو، والمسافة بين طابة ومستوطنات غزة 500 متر. احذروا غضب الجيش المصري، احذروا غضب المصريين. الشعب المصري كله داعم للجيش المصري، داعم للقيادة السياسية. الكل امشي واحنا كلنا في ظهرك. لكن مصر العروبة، مصر الكبيرة، مصر ما بتحبش الحرب، ولكن إذا فرض علينا القتال فنحن أهله. إحنا ما بنخافش من الحروب، إحنا وقت الحرب يعني الشعب المصري كله هيبقى جيش، ما عندناش شعب. وقت الأزمات والمحن هتلاقي أسود، هتلاقي الشعب المصري كله على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن. إسرائيل توحشت، إسرائيل بدأت تتوغل في الدول العربية. الضربة الأخيرة اللي بتاع إسرائيل في قطر ديت قلبت موازين منطقة الشرق الأوسط كلها، غيرت المنطقة تماما. شفنا تحالفات عسكرية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، شفنا تحالفات عسكرية بين الإمارات العربية المتحدة والهند، وشفنا المناورات البحرية الأخيرة اللي عملت ذعر في الكيان الإسرائيلي. المناورات البحرية والتقارب العسكري الكبير اللي بين مصر وتركيا، بين مصر وتركيا في الفترة الأخيرة بعد انقطاع 13 سنة، فيه تقارب عسكري كبير في الفترة الأخيرة. والمناورة البحرية الأخيرة يعني عملت رعب للكيان، يعني أزعجت الأمريكان. بتقول للجميع إن وقت الجد هتشوفوا رد ناري من كافة أسلحة القوات المسلحة المصرية اللي كلها على أهبة الاستعداد من أجل الحفاظ على هذا الوطن. مصر يا جماعة دولة كبيرة، مصر لها النهاردة أكتر من 100 ألف عسكري في سيناء، وده ما حصلش من 50 سنة. أكتر من 100 ألف عسكري بكافة أنواع الأسلحة، بالمنصات الصاروخية، بالدفاع الجوي، البحرية في البحر، الطيران، مطارات سيناء كلها، حتى المطارات المدنية
كلها معمول فيها ممرات للطيران العسكري. يا عالم احترموا نفسكم واهدوا شوية وابعدوا عن مصر، لأن مصر وقت الجد قادرة بعون الله إن هي تفني إسرائيل ومن وراء إسرائيل. كل الشكر والتحية.